في يوم القيامة يتقابل إبراهيم عليه السلام مع أبوه آزر، أبوه اللي رباه. في ناظر إبراهيم عليه السلام في وجه أبوه، في يلقى وجهه مغبر عليه مثل الدخان. فيقول إبراهيم وقتها: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه آزر: اليوم يا إبراهيم لا أعصيك. فيوجه إبراهيم الحديث مع الله سبحانه وتعالى وحده، فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. يعني يا رب إنك وعدتني إنك ما تفشلني قدام الناس يوم القيامة، فأي فشيلة وأي خزي من أن أبوك يكون من أهل النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ وش الشيء اللي تحت رجلك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ. في ناظر إبراهيم عليه السلام عند رجوله، إلا بأبوه آزر تحول إلى ضبع ملطخ بالدماء. مسخ الله سبحانه وتعالى أبو إبراهيم إلى ضبع ملتطخ بالدماء، فيتقرف منها إبراهيم عليه السلام، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. تخيل معي هذا الموقف. فمسخ الله سبحانه وتعالى أبو إبراهيم عليه السلام حتى لا يحزن إبراهيم ويتقرف من أبوه ويترك ولا يتفشل قدام الناس من أن أبوه دخل النار. فالجميع ينظر إلى ضبع يدخل لنار جهنم. بس ليش هذا كله؟ إيش قصة إبراهيم بالضبط؟ ليش آزر أبو إبراهيم عليه السلام في نار جهنم، مع أن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله سبحانه وتعالى؟ تعرف يعني ايش خليل لله سبحانه وتعالى؟ يعني صديق، ومن أعلى مراحل الصداقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ليش سماه الله سبحانه وتعالى خليل الرحمن؟ كيف ولد وين عاش وإيش الأحداث اللي حصلت بينه وبين أبوه؟ قصة اليوم هي عن إبراهيم عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وأموركم إن شاء الله طيب. طبعا في قصة اليوم بنحكي قصة إبراهيم عليه السلام، وهي قصة الحقيقة طويلة جدا وفيها أحداث كثيرة. فمن ألقاب إبراهيم عليه السلام إنه خليل للرحمن، ولو تسمع قصته كاملة بتعرف ليش هو خليل الرحمن. لكن قبل ما نحكي قصته لازم نعرف كيف العالم في ذاك الزمان، إيش الديانة اللي كانت تعم في ذاك الزمان، وكيف كانت خريطة العالم في ذاك الزمان بالضبط، ومن كان يحكمها. طبعا بعد طوفان نوح عليه السلام انتشر في الأرض 4 أولاد، من ال4 أولاد هذولا جاء نسل البشرية كامل إلى يومك الحالي. ولكن النسل المسيطر على الأرض في ذاك الزمان هم الساميين، الأقوام اللي جاية من نسل سام عليه السلام. فمن نسل سام عليه السلام جو قوم عاد وثمود والأكاديين، وكلهم أقوام يعني تقريبا حكموا الأرض، أو كان لهم اليد الأقوى على وجه الأرض، يعني أقوام هم الأعظم دائما. فكانوا الأكاديين يعبدون الأجرام السماوية، كانوا يعبدون الأجرام السماوية والكواكب والشمس والقمر، وكانوا يصنعون لهذه الأجرام السماوية أصنام على وجه الأرض يتقربون لها لهذه الأجرام. كانت هذه ديانتهم السائدة الأكادية. وكانوا الأكاديين مكانهم ومركزهم في العراق، كانوا يعيشون في منطقة العراق. كانوا فعلا أقوام قوية جدا وتحكم الأرض بسلطتها وقوتها، وكان عندهم تطور عظيم جدا. كانوا فيه الفلكيين والمهندسين اللي كانوا يعني متطورين جدا في ذاك الزمان. وبما أن نسل سام هم السادة والقادة على وجه الأرض، كان فيه رجل حاقد على هذا الموضوع، حاط هذا الموضوع في راسه. الرجل هذا كان ضخم جدا، كان ضخم وذكي ذكاء شديد جدا، وكان فصيح ومحنك بشكل مرعب. الرجل هذا كان من نسل حام، وكان اسم هذا الرجل النمرود. إيه نعم، النمرود كلنا نعتقد بأنه رجل جبار، ويعني دائما ما يرتبط اسمه بالشر، عادة ما نربطه دائما بالصفات اللئيمة. لكن هذا الرجل كان ذكي ذكاء فاحش. طبعا بذكاء هذا الشخص قدر يقنع الكثير من الناس ويجيشهم لصالح. كان خطيب وفصيح جدا، وكان قوي والناس تحبه. قدر يجيش الكثير من القبائل البدوية لصالحه. كانوا البدو يعني ايش؟ المتوحشين يعني في ذاك الزمان. طبعا حصلت معارك قوية جدا بين النمرود والأكاديين. كانوا الأكاديين في ذاك الزمان مركزهم هو العراق، بلاد بابل. وطبعا حصلت معارك قوية جدا بين النمرود والأكاديين في العراق. لكن النمرود كان متوحش جدا، يأكل لحوم البشر، وكانوا اللي معه ناس يفدون بأرواحهم زي ما قلنا. فتغلب على الأكاديين وملك في ذاك الزمان العراق كاملة، بلاد بابل كاملة. ومن هنا بدأ يتفضى لكل نسل الساميين على وجه الأرض. كل أحفاد سام بدأ يقضي عليهم واحد واحد. كل منطقة فيها من نسل سام يهجم عليها ويقضي عليها تماما. ومن هذه المناطق اللي هجم عليها هي مملكة العرب، اللي كانت موجودة في اليمن ونجد. كان نسلهم يعود للساميين، فهجم على نجد
وقتل ملك العرب في ذاك الزمان، وسبى الكثير من الأطفال والنساء من هذيك المنطقة. ويذكر فيما يذكر عند بني إسرائيل وبني يعقوب من السبايا في ذاك الزمان كان آزر أبو إبراهيم عليه السلام، فسباهم من مملكة العرب. كان وقتها آزر صغير في السن، كان طفل يعني أو شاب، فما قتلوه وسبوه معهم من السبايا، فأخذوا آزر وخلوه يخدم في معبد للأصنام لهم. يعني كان آزر أبو إبراهيم عليه السلام يخدم في ذاك الزمان يوم كان شاب كساد للأصنام حقته، ينظفها ويرتبها وينظف المكان ويجهزها للعبادة. وتوسع الملك النمرودي في ذاك الزمان حتى غطى الأرض كاملة. الجميع استسلم لحكم النمرود، ومن هذه اللحظة استوعبوا الجميع أن هذا الرجل قدر يسيطر على الأرض كاملة بحكمه، وما صار في أي قوة تنافس قوة النمرود تماما. يعني كان في مناطق بحكم رجل من الرجال، ولكن هذا الرجل كان عنده ولاء كامل للنمرود. فكان هذا الملك ولا هذا الحاكم اللي يحكم هذيك المنطقة ما يقدر يخرج أبدا عن حكم النمرود. يعني النمرود كان يحكمه هو ومنطقته، يمين يسار بأقضي عليك وبأقضي على كل حكمك، أنت تبع لي مهما كان هذا هو شرطه. فبكذا حكم العالم كامل. وطبعا كلنا نعرف أن حكم منطقة واحدة صعب جدا، كيف لك بحكم العالم كامل، خاصة أن في ذاك الزمان ما كان في تكنولوجيا، يعني ما هو بإمكانك يعني تسوي وزارات وكذا وتحكمها من عبر الجوال ولا عبر الكمبيوتر، أو أنك تسوي وزارات تحكم المناطق. كان صعب جدا أنك تحكم العالم كامل. لكن شوف من ذكاء النمرود في ذاك الزمان أنه سوى طريقة ما حد سبق بهذه الطريقة أبدا. الطريقة هذه هي أنه يأمر كل المناطق وكل القبائل وكل المدن وكل الممالك أنهم يقدمون كل الأرزاق وكل المحاصيل وكل الذهب والأموال ترجع للنمرود نفسه، فيؤتى بها إلى النمرود. يعني يجيبون هذه المحاصيل وهذا الذهب وهذه الأموال للنمرود، وكل من يبغى يأخذ شيء من الأرزاق لابد أن يأتي للنمرود ويطلبه، فيأمره النمرود بعبادة معينة أو بخدمة معينة يقدمها، وبالتالي يعطيه شيء من الخير والرزق، فيصير الجميع محتاج للنمرود. الجميع ما يقدر يخرج عن سيطرة النمرود أبدا، لأنه يملك كل الخير عنده. فكان يقول إذا كنت تبغى شيء من الخير استرزقني أنا، اعبدني أنا عشان أعطيك شيء من الخير والرزق، غير كذا ما تقدر أبدا. وهذه طريقة جدا ذكية في حكم العالم كامل، لأن الجميع بيكون مضطر لأنه يملك كل الأرزاق. إذا جيت تبغى تجيش جيش معين بيقول لك الجيش ترى ما احنا ما نقدر ناكل ونشرب، أكلنا وشربنا ورزقنا كله موجود عند النمرود، فنحتاج للنمرود معليش. فيعني السيطرة كلها تعود إلى النمرود تماما. وهذا من ذكاء هذا الرجل. كان الرجل هذا مو طبيعي زي ما قلت لكم، لكن سبحان الله الحكم دائما والملك دائما لله سبحانه وتعالى. مع ذكاء النمرود ما كان يعرف أن فيه من نسل سام عليه السلام رجل يدمر مملكته كاملة، ومو أي رجل جاء من نسل رجل ساد للأصنام بيهدم مملكته كامل بذكاءه، وبيقضي عليه هو ومملكته بذكائه الفاحش وقوته وسلطته كاملة. ودام عرفنا هذا الجانب من النمرود، خذ لك شيء تاكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا، اكتب أنس أكشن، وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك. من دون ما نطول، بسم الله الرحمن الرحيم. آزر أبو إبراهيم عليه السلام كان سادا للأصنام في ذيك الفترة، كان سادا للأصنام وتحت حكم النمرود. كلنا نعرف أن النمرود كان زي ما قلنا رجل متسلط جدا، وكان يحتكر كل الأرزاق لنفسه، وعشان تبغى شيء من الأرزاق هذه لابد تروح عنده وتعبده وتخدمه حتى يعطيك شيء من الرزق. فكان في نوعا ما فقر في المعيشة، ناس مي قادرة تعيش، وكان الفقر سائد في المجتمع في ذاك الزمان بسبب هذه الحركة، والكل كان محتاج للنمرود فعلا. ومن الناس اللي كان يعني يعيش في هذه الطبقة آزر أبو إبراهيم عليه السلام. كان رجل عادي طبيعي عنده أحلام ويبغى يكون أسرة ويعيش حياة كريمة، ولكن شغلته هذه ما كانت كافية. فبالتالي قرر آزر إنه يسوي مشروع، من خلال هذا المشروع يقدر يكتسب القليل من المال ويتزوج ويكون أسرة. فكان مشروعه هذا في نفس العمل حق، كان يصنع الأصنام الصغيرة ويبيعها للناس، وبكذا يقدر يتكسب القليل من المال. فعلا سوى هذا المشروع وبدأ يتكسب الأموال ويجمعها حتى تزوج. فعلا تزوج وبدأ يفكر في تكوين أسرة. وبعد فترة من الزواج حملت الزوجة، وما كان أحد يعرف عن حملها، احتفظوا بهذه المعلومة لنفسه. كانت الزوجة والأب مبسوطين جدا وفرحانين، وأعتقد والله أعلم أنهم كانوا يبغون يسوون هذا الأمر كمفاجأة للي حوله، أنها حملت وجابت البيبي هذا. لكن سبحان الله بعد فترة من حملها انصدموا بأن الشرطة تجوب الشوارع، شرطة النمرود كانت تجوب البلاد كاملة وتسحب كل امرأة حامل ويتم حبسها وسجنها، ويؤخذ كل مولود في هذيك السنة. كان الجميع مصدوم، إيش
إيش اللي قاعد يصير؟ إيش ذنب الامرأة الحامل هذه إنها تؤخذ من بيتها وتحبس تسجن بس لأنها حامل؟ وإيش ذنب الرضع الصغار هذول إنهم يؤخذون ويختفون من على وجه الأرض بعدها؟ كان السبب وراء هذا الأمر أن النمرود رأى رؤيا، وفي هذه الرؤيا أن فيه رجل سباه النمرود من مملكة العرب من نسله يأتي فتى في السنة الفلانية في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني، يكون الفتى هذا سبب في انتهاء حكم النمرود كامل. فأخبروه الكهنة اللي حوله بأن في هذيك السنة لابد أنهم يقضون على كل الأطفال اللي موجودين على وجه الأرض. ولحسن الحظ أن ما كان في أي أحد يعرف عن حمل زوجة آزر، وكانت وقتها أصلا في بدايات الحمل، يعني مو واضح عليها حتى أنها حامل. فعلا حبست نفسها شهور حتى قرب وقت الولادة، فانتظرت في ليلة من الليالي يوم أظلمت الدنيا، خرجت من المدينة إلى كهف كان موجود في هذيك المنطقة، فجلست في هذاك الكهف وولدت إبراهيم عليه السلام في هذاك الكهف. في يوم تأكدت من أن المولود حي وصاحي سكرت على إبراهيم عليه السلام الكهف ورجعت للمدينة. تركت إبراهيم عليه السلام في الكهف، فسألها زوجها آزر وش اللي حصل لك؟ فخافت على إبراهيم لأن زوجها كان ساد للأصنام وكان متوحش شويتين، كان انتماءه للنمرود أكثر من غيره. يعني سبحان الله الشرك، يعني الشرك دائما يورث الظلم ويورث قساوة القلب سبحان الله. خافت على إبراهيم فقالت إني والله ولدته لكن لقيته ميت، ولدته وهو ميت، فتركته هناك ونبذته وخلاص، يعني تركته فسكت آزر ما قال لها شيء وخلاص راح. كانت الأيام تمر وقلبها معلق بإبراهيم، كانت كل شوية تروح تطالع فيه وهو صار رضيع يعني، وكان يرضع أصابعه في الكهف. كان سبحان الله يعني يبين عليه إنه يعني طفل كامل القوة والقدرة، يعني كان متعافى عنه سبحان الله مسكر عليه في الكهف. كانت هذه من معجزات إبراهيم عليه السلام. كانت كل شوية تفتح عليه وتطالع فيه، تطالع من فتحات تتأكد من أنه حي. كان بشكل عجيب سبحان الله، إبراهيم حي يرزق بس بشكل لا تعلم ولا أحد يعلم كيف. ما كان واضح عليه الجوع أبدا، وكان يرضع أصابعه طولة الوقت، وكل مرة تمر عليه تلقاه يكبر بسرعة. فيقال بأنه كان يكبر في الشهر بسرعة نمو سنة كاملة، فنموه في الشهر الواحد كأنه نموه في السنة كاملة. سبحان الله، شوف قدرة الإلهية لا إله إلا الله. في يوم تشوفه وعمره شهر كأنك تشوفه وعمره سنة مو بشهر. المهم إنه بعد فترة كبر إبراهيم عليه السلام، أصبح فتى كبير في الكهف، وكانت من فترة لفترة تروح تشوفه وتشوف أخباره، وفعلا كانت في كل مرة تشوفه يكبر بسرعة. إلين بليلة من الليالي راحت تطمن عليه وانصدمت بأنه قال لها أخرجيني أنظر، فراحت الأم وأخرجتها فعلا. وكان وقتها ليل، يقال فنظر فتفكر في السماوات والأرض، جلس يناظر في السماوات وكأنه يرى شيء لا تراه الأم. وبعد فترة من نظرته هذه قال إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي ما لي إله غيره. سبحان الله، في هذه اللحظة شاف شيء عجيب جدا. الله سبحانه وتعالى وراه ملكوت السماوات والأرض. يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وراه الله سبحانه وتعالى أسباب كل شيء، كيف خلق السماوات والأرض، وش سبب خلقها، وراه ملكوت كل حاجة، كل شيء موجود على وجه الأرض وراه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، وإيش سبب خلقه وليش خلقه الله سبحانه وتعالى. يوم عرف أسباب الخلق، عرف بأن للخلق هذا خالق مبدع. فعلا أخذت الأم إبراهيم عليه السلام وتوجهوا للبيت. قابل إبراهيم عليه السلام أبوه لأول مرة وجلس معاه وتعرف عليه، وكان آزر في ذاك الوقت مرة فرحان بأنه ولد حي، وكان إبراهيم وقتها فتى صغير في السن. فتربى إبراهيم في بيته حتى كبر وصار مميز وعاقل ويفرق ما بين الصح والخطأ، وكان سبحان الله مختلف عن غيره من الصغار. كان الفتى عقلاني، كان فصيح، وكان حكيم من صغر. عشان كذا كان ينكر عبادة الأصنام بشكل شديد جدا، وكان يستهزئ فيها، لدرجة أنه إذا خرج أبوه لبيع الأصنام كان يخرج معه ويجلس جنبه فقط. كل ما جاء أحد يشتري من أبوه الصنم يقول اشتر ما يضرك ولا ينفعك، كذا كان دائما يستهزئ فيها. فأثر هذا الشيء حتى على يعني البزنس حق أبوه، كان الناس ما يشترون. كان بعض الأحيان حتى إذا جاء واحد يشتري صنم يقول هل هذا الصنم ينفع؟ يقول اللي جاي يشتري يقول ايوه ينفع. يقوم إبراهيم عليه السلام ويكسر شيء منه، يعيب هذا الصنم، يقول ليش ما فاد نفسه؟ كيف يفيدك إذا ما فاد نفسه؟ شوف هذا هو صبي صغير في السن. كان جالس على هذا الحال يستهزئ دائما بالأصنام، حتى عرف في المنطقة، عرف بأن إبراهيم هذا الرجل أو الفتى اللي دائما يستهزئ في الأصنام. حتى بيوم من الأيام كان أبوه يعني في شغله، كان في المعبد، فراح إبراهيم لأبوه وهو في المعبد،
فدخل إلا بالأصنام الكبيرة هذه، والناس جالسين يعبدونها، يركعون لها ويسجدون لها، أعوذ بالله. فقال لهم إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ شو ذا الأصنام اللي أنتم جالسين تسجدون لها وتعبدونها؟ فجاوبوه قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، كانوا آباءنا يعبدونها فعبدناها. مثل الحجة 0 عندهم، 0%. فقال لهم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. طبعا الجميع اعتقد بأنه جالس يستهزي كعادته، فقال: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ كعادتك، يعني أنت من جدك تتكلم، كلامك هذا نابع من عقيدة يعني، ولا جالس تستهزي وتلعب فينا زي عادتك يا إبراهيم؟ وهنا قال كلمة من بعدها تغيرت نظرتهم لإبراهيم تماما. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. أنا شفتها، أنا كنت من الشاهدين على هذا الخلق. كان هذا أول تصريح له بأن خارج عن عبادتهم هذه تماما، وأن الاستهزاء كله اللي كان يستهزئ في الأصنام هو نابع عن عقيدة عنده، أن هذه العقيدة راسخة في قلبه. فعلا حصل نقاش حاد جدا بينهم وبين إبراهيم، مع أنه شاب صغير يعني، حتى خرج إبراهيم عليه السلام من المعبد وقلبه متضايق وغضبان، فقال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. خلصوا ذاك اليوم عبادتهم، وبعد فترة راح بعض الفتيان والشباب إلى إبراهيم وقالوا له: ترى عندنا احتفال خارج المدينة، عندنا احتفال ديني خارج المدينة، تيجي معنا؟ خلنا ننبسط وحنا شباب وكذا، نبغى ننبسط بس نغير جو. كانوا يبغون يعزمون إبراهيم لهذه العزيمة أو لهذا الاحتفال. هنا عرف إبراهيم إنها فرصته، فنظر نظرة في النجوم، جلس يفكر في موضوع هل هي فرصة فعلا إني أقدر أكسر أصنامهم الآن أو لا. فعلا اغتنم الفرصة وقال: إني سقيم، أنا تعبان والله. فقالوا لبعض: ابعدوا عنه، شكله والله فعلا تعبان، لا يعديكم ولا شيء، خلاص خلونا نروح لوحدنا من دون إبراهيم. فتولوا عنه مدبرين. هنا عرف إبراهيم أن هذه فرصته. فعلا راح البيت وأخذ فأس وتوجه للأصنام، ودخل لهذا المعبد الكبير وناظر في الأصنام، كيف شكلها، كيف الأكل موجود عندها، وكيف الأموال موجودة، وكأنها فعلا يعني بتأخذ هذه الأموال وبتأكل هذا الأكل. فقام إبراهيم يصرخ في هذه الأصنام ويقول: ألا تأكلون؟ الأكل هذا بايت عندكم ما كلتوه؟ ما لكم لا تنطقون؟ ايش فيكم ما تتكلمون؟ كان وقتها معصب جدا. شوف سبحان الله، الغيرة على الله سبحانه وتعالى لأي درجة وصلت فيه. هذا كله وهو باقي فتى صغير، تخيل. فقام إبراهيم عليه السلام يرفع يده ويبدأ يكسر الأصنام صنم صنم. فراغ عليهم ضربا باليمين، كسر الأصنام وفتفتها تفتيت، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كسر الأصنام كاملة إلا الكبير حقهم، كبير الأصنام هذه، وأخذ الفأس اللي في يده وعلق في رقبة هذا الصنم ومشى. المهم أن القوم خلصوا احتفالهم ورجعوا إلى المدينة. في يوم رجعوا ما كانوا متخيلين المنظر اللي شافوه في المعبد. شافوا الأصنام فعلا مكسرة مفتتة كاملة، ما عدا الصنم الكبير حقهم هذا. قاموا بزعل كبير جدا وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقاموا بعضهم وقالوا: سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. سمعنا في فتى دائما يستهزئ بالأصنام يقال لهذا الفتى إبراهيم. قالوا: فعلا والله ما في أحد يستهزئ إلا هذاك الفتى اللي يقال له إبراهيم. تدرون وش؟ روحوا جيبوه. مجموعة منا يروحون يجيبون هذا الفتى، فأتوا به إلى أعين الناس لعلهم يشهدون. جيبوه، خلوا الناس يعرفون أنه هو فعلا اللي كسر الأصنام هذه، ويكونون هم شاهدين على هذا المشهد. فعلا انطلقوا مجموعة، راحوا له وأقبلوا إليه يزفون من الغضب، كانوا غضبانين جدا. فسحبوه إلى مكان المعبد وقالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: أنا ما سويت شيء، مو أنا اللي سواه. قال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا، شوفونه اللي معلق الفأس بكتفه. فسألوهم إن كانوا ينطقون. روحوا اسألوا هذا الكبير اللي ما تكسر، أكيد أنه هو اللي كسر البقية. انصدموا كلهم، والله فعلا حجة قوية جدا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. وبدأوا يتناقشون ويعني يدرسون المسألة مع بعض. قال: والله فعلا حجته قوية يا رجل. قالوا: والله ما معنا إلا أن نروح نقابل، نقول له: يا رجل هذول ما ينطقون، ما يتكلمون أصلا. راحوا لإبراهيم وقالوا له: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، طقطق علينا أنت، هذول ما يتكلمون أصلا. قال لهم إبراهيم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم والله خلقكم وما تعملون أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. مسكهم إبراهيم وهزأهم تهزيء شديد جدا، تكلم في القوم كلهم وأعطاهم بالحجج وناقشوا إلين خلاص صار الموضوع حامي جدا، وصارت حجتهم ضعيفة جدا أمام إبراهيم. فقالوا: والله ما معنا حد. قام واحد فيهم وقالوا: والله لا نحرقه، ايش رايكم نحرقه؟ من ضعف حجتهم ما لقيوا حجة يواجهون بها إبراهيم، فقالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، خلنا نخفيه من على وجه الأرض. شوف سبحان الله، صاحب الحجة الضعيفة كيف دائما صاحب الحجة الضعيفة يلجأ إلى السب والشتم والقتل والحبس وغيرها. فقاموا القوم فعلا يخططون لهذه المسألة. قالوا: والله نلقيه في الجحيم، شبوا له نار كبيرة ونلقيه في النار هذه عقابا له على فعلته هذه بآلهتنا. طالعوا في إبراهيم لعله خايف من المسألة هذه، أقل شيء يعني إيش، جبناك
في مقتل يعني، اكيد بنحرقك، بتخاف، ضروري انك تخاف. لكن وجه ابراهيم شرح مليء بالايمان والهدوء واليقين بالله سبحانه وتعالى، فقال لهم اني ذاهب الى ربي سيهدين. يعني انتم بتقومون وتحرقوني بالنار هذه اللي انتم بتشبونها، جسدي بيحترق لكن روحي بتروح لله سبحانه وتعالى سيهدي. انا ماني خايف من حرقكم ولا خايف من قتلكم ولا تجمعكم علي. ربي هب لي من الصالحين، يعني يا ربي الحقني بالصالحين اذا مت. هذه الكلمتين خلت القوم كلهم يشبون نارهم، كلمة حرقتهم من الداخل يا رجل. فقاموا وقالوا والله لا نعجل به، قوموا الحين نشب النار. فعلا جمعوا الحطب، جمعوا كل يعني خشب كبير جدا، جمعوه حتى يتأكدوا من ان ابراهيم سيحرق بنار ضخمة ما بيبقى فيه جزء سلي، يختفي يصبح رماد. فعلا جمعوا الحطب هذا وشبوا النار، مسكوا ابراهيم مستعدين انه يلقونه في هذه النار الضخمة. وما تتخيلون إيش اللي صار بعدها، من اللي ساعدهم في إشعال هذه النار. لكن بإذن الله في الأجزاء القادمة بنكمل القصة والأحداث بالتفاصيل. إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم، أو الجزء الأول من قصة إبراهيم عليه السلام. بإذن الله في الأجزاء القادمة ما تتخيلون، في تفاصيل جدا عجيبة جدا ما تتخيلون شيء، بإذن الله بنحكيها في الأجزاء القادمة. إذا وصلت لين هنا لا تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تروح تتابع باقي السلاسل اللي موجودة على هذا. نشوفكم إن شاء الله الأجزاء القادمة بإذن الله، أو الحلقة القادمة، الله أعلم شو بتكون، وفي أي سلسلة بتكون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشوفكم على خير وراح توحشون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.